هاي حبايب قلبي دولي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. وبجد انا بشكر كل من بيدعمني في القناة، وكل من بيكتب لي كومنت جميل زيه. بجد ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. وعلى دعمكم ليا. هنا طبعا انا كنت قررت اعمل فراخ المندي. ايه هتعملي فراخ المندي يا دولي؟ هعمل الفراخ المندي وبطريقه سهله وبسيطه كمان، والنتيجه بجد بجد روعه وتحفه. جربوها وهتدعولي. هنا انا جبت معلقتين سمنه او زبده على حسب المتوفر عندك. ضفت عليها معلقه كبيره من توابل البرياني، دي بتجيبها من عند العطار. بتقول له انا عايزه توابل اللي هي البرياني، تبقى جميله جدا. وحطيت ضفت معلقه بصل بودر ومعلقه توم بودر ومعلقه بابريكا، وبضيف عليها ليمونيه ومعلقه فلفل اسود. يعني التوابل اللي عندك كده حطيها. بس اهم شيء الاساس في الموضوع اللي هي توابل البرياني، دي بجد بجد بتدي طعم جميل جدا وبتدي تست عالية قوي للفراخ المندي. بتضيفي بقى زي ما انت ما شفتي كده ليمونيه، وبتقلبي الخلطه دي كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بتجيبي الفراخ تكوني غسلاها كويس من الزفاره وتشيلي اي حاجه فيها. وبعد كده تروحي فاتحاها من عند الظهر، يعني انت بتيجي كده من عند الظهر وبتفتحيها بالسكينه زي ما انا ما هوريكي كده في الفيديو. وهتحاولي تفرديها على قد ما تقدري، يعني ما تخليهاش فيها حته تخينه، عشان ايه لما تيجي تحطيها في الفرن، عشان انت مش هتسويها على النار، احنا هنحطها في الفرن تستوي معاكي وتبقى جميله. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا واول مره تشوفيني، ما تنسيش تدوسيلي لايك علشان يوصلك مني كل جديد. ونفس الطريقه زي ما انتم ما شايفين كده بعمل فتحات في الفرخه كلها، علشان خاطر الخلطه والتتبيله ديت تخش في كل اللحم بتاع الفرخه وكده، عشان تبقى مديها طعم حلو. وبفضل افتحها كده بالسكينه زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى كنت خلاص هعمل التوابل، يعني همسك الفرخة ادعكها بالخلطة اللي احنا عملناها، بتديها طعم جميل جدا وبتخليها زي الجاهزة بالظبط، يعني مش هتفرق معاكي عن الجاهزة. طبعا انتوا عارفين الحر وكده، والواحد زهقان اصلا من الطبيخ والاكل. فطبعا وانا بقى عيالي كانوا مصممين ان هم ياكلوا بره وكده، فقلت لهم لا انتوا عايزين تاكلوا ايه؟ قالوا لي عايزين ناكل لا فراخ مشويه لا فراخ مندي. قلت لهم لا انا هعمل لكم الفراخ المندي هنا في البيت، وبالنتيجه تبقى احلى كمان واروع من اللي بره. قالوا لي خلاص ماشي، فاقنعتهم بالعافيه. فطبعا قلت بقى انا اقوم كده اتشطر واعملها معاكم، بجد بجد الطريقه دي هتعجبكم جدا، والطعم تحفه تحفه هيعجبكم بجد، جربوها وعلى مسؤوليتي. هنا بقى انا كنت خلاص بعمل يعتبر دعكت الفرختين بالتتبيله اللي انا عاملاها. طبعا لو هتعملي كميه فراخ اكبر هتضاعفي الكميه بتاعه التوابل، علشان تديكي النتيجه حلوه والتست عالي. هنا بقى انا كنت خلاص هنحطها، المفروض هنغطيها، بس انا للاسف ما عنديش استرتش، فغطيتها كده بطبق 5 دقايق. هي ما بتاخدش كتير، يعني تغطيها 5 دقايق وبعد كده خلاص بتحطيها بقى في الصينيه في الفرن. هنا انا كنت جبت ورقه زبده، حطيتها في قاع الصينيه، وبعد كده هفرد عليها الفراخ، مش هخليها مكلكعه علشان خاطر تبقى مستويه كويس وكده. واحط الفرخة طبعا التانية جنبيها. اهم شيء ما تخليش فيه حتة تبقى تخينة، انها ما تقدرش، يعني ان هي ما تستويش، يعني على قد ما تقدري تفرديها تخليها مسطحة معاكي. بس وهنا برضو هجيب بقية الخلطة، طبعا مش هنرميها، هنحطها عليها زي ما انتم ما شايفين كده. وبعد كده هنجيب ورقة زبدة تاني وهنغطي طبعا الفراخ من وشها. وبعد كده هنجيب ورقة فويل هنحط فيها عشان الحرارة كلها تتوزع فيها كلها، نغطي وش الصينية. وبعد كده هنروح ندخلها في قلب الفرن. يعني هي ممكن تقعد معاكي نص ساعة على حسب حجم الفرخة. انا الفرخة دي كانت معايا كانت في رينج كيلو كده، يعني الفرخة الواحدة في رينج كيلو. لو انتي مثلا هتعمليها على فرخة اكبر مثلا كيلو ونص او كده، طبعا كل فترة كده بتفتحي وبتشوفيها استوت معاكي ولا لا. بس هنا بقى انا كنت خلاص هدخلها الفرن. فطبعا انا كنت عملت بقى على السريع الرز الاصفر، قلت بقى انجز كده الوقت واعمله طبعا على السريع. انا كنت عاملاه قبل كده بالطريقه، كنت منزلها لكم في فيديو قبل كده. هنا بس فطبعا هو اصفر من كده، بس مش عارفه هو طالع ليه فاتح شويه في الكاميرا.
طبعا هنا بقى هنقول هنعمل الخلطة اللي هي بعد ما بنطلع الفراخ وتستوي. نعمل الخلطة عشان يعني الوش يحمر معانا وتبقى زي المندي بالظبط. لو عندك كاتشب، عندك دبس رمان، ما مفيش اي مشكلة. هو لا ده لا ده المتوفر عندك. طبعا انا كان متوفر عندي الكاتشب. هحط معلقة كاتشب كبيرة ومعلقة بابريكا، وهنحط حبة فلفل اسود، وهنعصر زي ما انتم ما شايفين كده. الليمون بيدي مزازة كده جميلة للفراخ المندي، وبيديها وبيطلع النتيجة حلوة قوي في التحمير. هنا طبعا هنعمل الخلطة ديت وهنطلع الفراخ زي ما انتم ما شايفين، زي ما انتم هتشوفوا كده. وهطلع الفراخ وهدهن وش الفراخ كله، وبعد كده اروح مدخلاها بقى، اشيل الفويل واشيل ورقة الزبدة، واروح مدخلاها تاخد وش كده. بجد بجد هتطلع تحفة. انتوا هتشوفوا بنفسكم الشكل والطعم كمان تحفة. بس كده. هنا بقى كنت زي ما انتم شايفين بدهن الوش بتاعها. بجد جربوها، وبطريقة سهلة وبسيطة، وهتفرحي اولادك وفي نفس الوقت هتغيري من طريقة اكلك. بجد الطعم بيبقى حلو. والواحد انتوا عارفين بقى الصيف وزهق الاكل وكده، فالواحد بيبقى زهقان في الاكل اللي هو العادي دوت، فبنحب نجدد يعني. التجديد في الاكل بيبقى حلو بصراحة. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت، جبت بقى الصينيه وقلت اغرف بقى معاكم كده الرز. طبعا طريقه الرز هتلاقوها في الفيديوهات عندي. لو دخلتوا على الفيديو كنت انا عاملاها قبل كده. برضو طريقته سهله جدا وبسيطه. بس زي ما انتم شايفين انا كنت بقى بغرف الرز بقى ايه، كان مش قادره اقول لكم، كانت ريحه الفراخ جايبه لاخر الدنيا. بجد كانت ريحتها روعه جدا وطعمها اجمل واحلى بكتير. بس هنا بقى كنت بغرف الرز وهضيف بقى عليها الفراخ كده، والصوص اللي هيبقى في قلب المطرح الفراخ برضو هضيفه عليها، هينزل كده على الرز بيديله طعم جميل جدا. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تحطي لي لايك، علشان انتوا بتنسوا وانا بزعل لما محدش بيحط لي لايك. طالما دخلتي واتفرجتي على الفيديو بعد اذن حضرتك تحطي لي لايك. بس هنا بقى كنت خلاص هجيب الفراخ. طبعا هتشوفوها دايبه دوب، عشان في ناس ممكن تقولي لا ممكن ما تستويش، ممكن مش عارفه ايه، كانت المفروض تديها نص يعني تحطيها على النار شويه مش عارفه ايه. لا هتشوفوها مش مستحمله حتى اني انا امسكها، يعني دايبه 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 يعني. وبجد اللحمه بتبقى متغرقه كده بالتتبيله والنتيجه روعه. بصوا مش مستحمله. بس فهنا بقى كنت خلاص بحاول ان انا اظبطها كده معاكم، وده الشكل النهائي. يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدوسوا لي لايك. باي.